انتبهوا من إعلانات بعض المؤثرين وبعض المشاهير قد تكون مزيفة وغير حقيقية. ليش؟ شنو اللي صاير؟ ركزوا وياي. اللي قاعد يصير إنه بالفترة الأخيرة قاعد تنتشر إعلانات بأسماء المؤثرين وبعض المشاهير، إعلانات مزيفة وغير حقيقية، الهدف منها سرقة معلوماتكم أو بياناتكم البنكية. طبعا تطلع لكم بصيغة سبونسر، علما بأن هذه الإعلانات لا يعلم عنها المؤثر أو المشهور، لأن تم التعديل عليها من جهة احتيالية من خلال الذكاء الاصطناعي أو اقتباس بعض الفيديوهات السابقة، بحيث أنه يخلونها تواكب الإعلان اللي هم بينزلونه. فقبل لا تضغط على أي شيء تأكد من المشهور نفسه، ادخل على حسابه، ادخل على المنسق، قول له هذا الإعلان تبعكم ولا لا. وهم بعد ترى مو لازم انك تضغط على اي رابط بشكل سريع وتتبع، لا، تاكد 1000 مره. وطبعا للتوضيح اللي ما فاهم كلمه سبونسر شنو بالضبط، هي اعلانات مدفوعه من قبل شركات تطلع لكم ببرامج التواصل الاجتماعي، سواء على التيك توك او على الانستغرام او على سناب. مثال بالسناب اللي تطلع لكم بين السنابات، او على منصه رضا بالانستغرام وانت تتصفح في بوستات تطلع لكم بصيغه اعلانات، او على الريلز. كذلك التيك توك بعض مرات لما تصفحون تطلع لكم اعلانات يعني واضح انها غير حقيقيه. فاتمنى انكم تنتبهون وشوفوا الوصف اللي انا كاتبه لكم.